السلام عليكم. كلنا عارفين ان الوظيفه الاساسيه للدم ان هو بيوصل الغذاء والاكسجين للخلايا عشان تبدا تؤدي وظيفتها بشكل سليم. الدم ده بيتنقل عن طريق عدد كبير من الاوعيه الدمويه زي الشرايين وزي الاورده وزي الشعيرات الدمويه. عايز اقول لك ان لو فردنا الاوعيه الدمويه دي بشكل طولي ممكن يوصل المسافه بتاعتها لاكثر من 20,000 ميل، ودي مسافه كبيره جدا بتوضح مدى اهميه الاوعيه الدمويه بالنسبه لجسم الانسان. الأوعية الدموية مع القلب بتمثل الجهاز الدوري، وأي خلل في الدورة الدموية هيؤدي إلى خلل في تدفق الدم للخلايا، وبالتالي ممكن يؤدي لمشاكل صحية كتير. في الفيديو هنعرف أهم الأعراض اللي ممكن تظهر نتيجة ضعف في الدورة الدموية، وإيه هي الحاجات اللي أقدر أعملها علشان أحافظ على أداء الدورة الدموية بشكل سليم. أهم أعراض ضعف الدورة الدموية هي برودة وتنميل الأطراف، وكمان شحوب لون الجلد على الأطراف، وده نتيجة إن الدم ما بيوصلش كويس للأطراف. كمان من ضمن الأعراض هي جفاف البشرة وضعف الأظافر وتساقط الشعر وضعف الانتصاب عند الرجال، والتئام الجروح بيبقى أبطأ من المعتاد. ضعف الدورة الدموية ممكن يكون نتيجة لمشاكل صحية تانية، وبالتالي المهم جدا إن أنا أشيك على أمراض زي الضغط والسكر، ولو موجودة لا قدر الله أخد العلاج بتاعها. إيه هي أهم الحاجات اللي أنا أقدر أعملها عشان أحافظ على أداء الدورة الدموية بشكل سليم؟ اهم حاجه ان انا اتجنب الحاجات اللي ممكن تاثر بشكل سلبي على الدوره الدمويه، واهم حاجه هي التدخين، وبالتالي انت لو مدخن هيبقى مهم جدا ان انت توقف التدخين، وده نتيجه ان السجاير بتحتوي على ماده اسمها النيكوتين، ومن ضمن الاثار بتاعتها انها بتعمل انقباض في الاوعيه الدمويه وبتقلل تدفق الدم للخلايا. كمان قله الحركه، مهم جدا ان انا اتحرك. يعني انت لو شغلك طبيعته ان انت بتبقى قاعد على كرسي او قاعد على مكتب لفتره طويله، مهم جدا ان انت كل فتره كل نص ساعه مثلا تقوم تتحرك لك من دقيقتين لثلاث دقائق، او لو انت مسافر في مسافه بعيده في قطر او في طياره مهم جدا ان انت ما تفضلش قاعد في مكانك او ثابت في مكانك على وضع ثابت، ومهم جدا ان انت تفضل تتحرك ورايح جاي. كمان عشان احافظ على الدوره الدمويه في المنطقه بتاعت الجزء السفلي زي الرجلين مثلا، ممكن ان انا ارفع رجلي على حاجه عاليه شويه، او ممكن انام على الارض وارفع رجلي على الحيطه. ده بيساعد على حركه الدم في المنطقه السفليه، وبالتالي الدم مش هيتركن في الرجلين لفتره طويله. كمان لازم احافظ على الاكل الصحي بتاعي، واهم حاجه في الاكل الصحي ان انا احافظ على شرب كميه مناسبه من الميه. كلنا عارفين طبعا ان المكون الاساسي للدم هو الميه، حوالي 50% من مكونات الدم هو عباره عن ميه، وبالتالي مهم جدا ان انا اشرب كميات مناسبه من الميه على مدار اليوم عشان احافظ على ترطيب جسمي، واحافظ على معدل اللزوجه بتاع الدم في المعدل المناسب بتاعه، وبالتالي تدفق الدم يفضل في المعدل المناسب. كمان بتجنب في الاكل بتاعي الحاجات اللي بتحتوي على الدهون المشبعه والدهون المتحوله اللي هي زي الزيوت والسمن الصناعي، واستبدلها بالدهون الصحيه زي الاوميجا 3، واتكلمنا قبل كده على اهميه الاوميجا 3. كمان من الحاجات المهمه جدا هي الاطعمه اللي بتحتوي على حاجه اسمها النيتريتس، والنيتريتس ده بيتحول جوه الجسم الى النيتريك اوكسيد، والنيتريك اوكسيد ده من ضمن الاثار بتاعته ان هو بيعمل توسيع للاوعيه الدمويه وبيزود من تدفق الدم للخلايا. اهم الاطعمه اللي بتحتوي على النيتريتس ديت هي الرمان والبنجر، وفي عصير مشهور جدا اللي هو عصير الرمان بالبنجر، ده من الحاجات المهمه جدا اللي بتحسن من تدفق الدم وبتحسن من اداء الدوره الدمويه. كمان الخضروات الورقيه، خصوصا الخضروات الورقيه الداكنه زي السبانخ وزي الجرجير والخس، دي من الحاجات الغنيه جدا بالنيتريتس. كمان لازم احافظ على اكلي في الحاجات اللي غنيه بالمضادات الاكسده، وطالما قلنا مضادات اكسده يبقى انا بدور على الحاجات الملونه في الاكل. خدها قاعده كده، الالوان في الحاجه اللي ربنا خالقها دي حاجه صحيه جدا، لكن الالوان في الحاجات المصنعه دي حاجه ضاره جدا ولازم ابعد عنها. اخر حاجه الرياضه طبعا زي ما قلنا الحركه مهمه جدا، فالرياضه ده شيء اساسي علشان احافظ على صحه القلب وعلى صحه الجهاز التنفسي وعلى صحه العضلات بتاعه جسمي، وبالتالي هيحافظ على الدوره الدمويه بتاعه جسمي كلها. لو الحاله مستمره او الحاله ما بتتحسنش بالحاجات دي، فلازم اروح لدكتور، وممكن اخد بعض المكملات زي مثلا مكملات الاوميجا 3 او المكملات اللي بتحتوي على جينكو بيلوبا، دي من الحاجات اللي ممكن تحسن معايا الدوره الدمويه بتاعه الجسم. لكن زي ما قلنا لازم برضه او اسال الاول الصيدلي او الدكتور اشوف الحاجه دي مناسبه ليا ولا لا. اشوفكم على خير، سلام عليكم.